سؤال أخير، يقول السائل: حكم الدعوة إلى الله عز وجل بغير علم؟ الدعوة إلى الله بغير علم كما ذكرنا في الخطبة تخالف أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في أعلى المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبه أن تتكلم وأنت تدعو بشيء ليس عليه دليل، لا تحلل حلالا إلا بدليل، ولا تحرم حراما إلا بنص وبرهان. وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فانتبه أن تأمر بشيء ليس بواجب، أو تنهى عن شيء ليس بمحرم، بل حتى الأمور المستحبة لا نستطيع أن نقول هذا أمر مستحب إلا بدليل، إلا بحديث أو آية. فالأمر يحتاج إلى العلم. تزود بالعلم وادعو إلى الله سبحانه وتعالى، تكن في أعلى المراتب عند الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله التي زهد فيها كثير من المسلمين اليوم هي من الجهاد في سبيل الله تعالى. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم هداة مهتدين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.